طبعا احنا الفترة اللي فاتت عمالين ننزل تفصيل الكوارع. كل تفصيلة بنحاول نفتكس حاجة جديدة تريح المشاهد او تزيد لك خبرة. يعني كل ما تتفرج على فيديو تفصيل بطريقة مختلفة يبقى عندك كذا طريقة، يبقى انت ملم بكذا طريقة. تيجي تفصل من الشمال من اليمين، دي ما جاتش معاك تجرب اللي بعدها، تلاقي نفسك ان انت بيبقى عندك خلفية او كذا طريقة لتفصيل الكارع. في طريقه جديده اللي هي بتيجي اهوت. احنا كذا مره بنبدا من هنا وبنبدا من هنا وبنبدا من هنا شمال ويمين. هتيجي هنا فين؟ عند ظهر الكارع كده، تاخد خط. الخط ده تشد منه لورا وتعمل كده. طبعا انت علمت على المفاصل بتاع الرجل. وتاخد اللحم ده كده، تنزل اللحم ده اليمين والشمال اهو، وتيجي هنا تقطع الاوتار اللي هي اهي كده. بالنسبه لك طلعت دي بسهوله، بالنسبه لك كده فرد الكوارع خالص. عملنا كده اهو. هنيجي من النص وهنفتح، وتيجي من عند بز الرجل ده اهو، تقلب بقى الفرد على ظهره. بز الرجل ده واحد بس واقف ورا الكاميرا بيسأل بيقول اسمه ايه؟ اسمه بز الرجل، زي بز رجلك كده اللي في رجلك عادي. وله اسم تاني انا ما اعرفش، يمكن له اسم تاني. طيب خلينا في موضوعنا. عايز يهزر بس. معلم عيد. احلى باشا. يعني اتعلمنا منه حاجات ياما. خش هنا يا باشا. قول يا رب. قطع كده. واحد اثنين ثلاثة. تعالى اللي بعده. عند بز الرجل برضه اهو. نفس اهو. ترجع ورا حتة اللحمة دي اهو. خش عند المفصل بتاع الحافظ أو الحوفر زي ما بيقولوا. طلع كده اهو. كده فرد الكوارع خالص. عايز تسيب دي زي ما هي، عايز تقطعها حتت صغيرة خد بالك انت اهو. تاخد بقى شرايح بالطول، اقطع بقى طبعا في دم قابلنا. طبعا لا مؤاخذة العجل اللي هو بيتكتف وبيتربط من رجليه، فبيحصل اصطدامات في الارض وضرب وهو بينزل من العربيه رايح السلخانه والكلام ده، فتلاقي الخبطات الدمويه دي. بس الرجل زي ما انتم شايفين اللحم ابيض اهو، ما فيهوش اي حاجه. كل دي كدمات وصدمات من العجل اثناء الدم. تعالى بقى نطلع الايه ملك الشرب. وحد الله. هتيجي بتاعتنا برضه مش هتروح بعيد. النخاع يا باشا. طاح الله وصلى على النبي. استنوا بقى الافتكاسات الجديده.